السلام عليكم. طبعا احنا في شهور مفترجة جدا وشهور جميلة جدا، وخلاص رمضان داخل علينا، كل سنة وانتم طيبين. فانا قررت انه يعني بقالي اسبوع كده ان انا في الشهر الجميل ده ان انا اقضي الايام اللي عليا. طبعا سنة كنت فيها حامل ما صمتش، والسنة التانية كنت فيها برضع فصمت نص رمضان. فمتحمسة جدا ومبسوطة جدا، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رمضان اللي جاي ده ابقى صايماه. فلانه وحشني جدا جدا جدا. فانا قلت بقى اقضي شويه من الايام اللي عليا، بما انه احنا في الشتاء والجو بيمشي سريع وكده. فيلا بينا نعمل فطار مع بعض. ونسيت برضه اقول لكم، يعني لو اكيد كلنا لينا ايام من رمضانات احنا ما صمناهاش، فدي دين علينا لازم نقضيها. فاستغل الايام المفترجه دي، وانه الحسنه فيها بتتضاعف. وصومي الايام اللي عليكي، وكمان احنا في الشتاء فالوقت بيعدي بسرعه، مش هتحس بيه والله. احنا دلوقتي خلاص الساعة داخلة على 4، فاحنا يلا بينا نعمل فطار حلو مع بعض، يعني حاجة خفيفة كده انا والبت الاف. يا مساء الفل عليكم. النهاردة وانا بجهز فطار الصيام ما كنتش بس بجهز اكل، كنت بجهز افكاري وبحاول اهدي قلبي شوية. العنوان اللي شفتوه ده حقيقي. انا النهاردة طبخت وقلبي مليان مواقف ودروس اتعلمتها من اقرب الناس ليا وهم الصحاب. هنا لوفي كانت بتلعب شوية. عارفين اصعب حاجة لما تدي امانك كله لشخص وتكتشف انه كان لابس قناع. الموقف بدأ لما حكيت لأقرب واحدة ليا أو البيست فريند مشاكلي مع جوزي في وقت أنا كنت حامل فيه وهرموناتي متلخبطة، وهي بكل أسف راحت طلعت كل أسراري وكل كلامي وكمان زودت عليه لجوزي نفسه. طبعا حصلت لي مشاكل كتير جدا وكان بيتي هيتخرب، وأنا طبعا قطعت علاقتي بيها وما بكلمهاش من ساعتها. افتكرت الموقف ده قبل ما اصور الفيديو بثواني. حد عمل لي لايكات على الفيديوهات اللي كانت ليا، انا طبعا بحب امسح الفيديوهات اول باول، فحموتها وقلبي وجعني عشان قلبي ما يوجعنيش وانا بمسحها. بس في موقع الفيديوهات كانت لسه موجودة فيه، فده فكرني وبالموقف اللي وجعني، بس علمني ان مفيش اي حد يدخل بيتي ومفيش اي حد يعرف سري، وان الايام دي فعلا بتبين المعادي. وفي الاخر الاكل خلص وريحتها تجنن، وزي ما الاكل محتاج نار هادية عشان يستوي، احنا كمان بنحتاج مواقف صعبة عشان ننضج ونعرف نختار صح. هنا بقى ده الارنب بتاع لوفي هي مبهدلاه، وهذا سكر. اهلا سكر. آه ربنا يبعد عننا وعنكم غدر القريب قبل البعيد ويسعد قلوبكم. قولولي بقى في التعليقات، هل مريتوا بموقف زي ده قبل كده وتصرفتوا ازاي؟ المغرب أذن الحمد لله وفطرنا فطار الجميل. عملت سندوتشات، وطبعا في النهاية عملنا أوراق الجوافة أنا والسيدة إيلاف. اللهم لك الحمد والشكر.